لا يلومني على اداء ولا يحاسبني على اداء. انت بتتكلم في حاجه صعبه جدا في كره القدم، في الفتره اللي انت بتبقى عايز تدعم فيها فرقتك بعد البطوله الافريقيه وبعد المشوار الافريقي وبعد المجهود اللي عملته في البطوله الافريقيه. للاسف بتحصل بعض الظروف او بعض المواقف اللي صعبه جدا، اعاره احمد عبد الظاهر، اعتزال محمد ابو تريكه، اصابه وليد سليمان، اصابه شريف عبد الفضيل، اصابه احمد فتحي، اصابه عماد متعب. في اللحظه اللي انت بتبقى عايز تدخل فيها ناس كعناصر اضافه بالنسبه لك زي جد واحمد رؤوف وموسى يدان، لكن بتفاجئ بغيابات عندك. يعني اي حد بيفهم كوره واي حد مارس كوره واي حد له خبره في الكوره يعرف ان انت في ظل المشكله مش في المعتزلين، المشكله حتى كمان في غياباتك لحد ما توصل لتوليفه بقى كويسه او توليفه مقبوله. اي فرقه في الدنيا كبيره في الدنيا كلها بتبقى انت عارف 99% او 98% من التشكيله الاساسيه، بتتكلم في عنصر او اتنين، وكمان بتروح ساعات لبعض الظروف سواء كانت اصابات او ايقافات. لكن لحد دلوقتي انا بلعب 6 مباريات، كابتن محمد يوسف بيدفع بعناصر كتيره قوي لان اللي غايب كتير والاصابات كتير، لدرجه النهارده ان احنا بندفع كابتن محمد يوسف بيدفع برمضان صبحي، ده لسه ما كملش 17 سنه، يعني ده مواليد 7